السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة دي أنا كاتبها بقالي سنة، ورفضت إن أنا أنشرها علشان خاطر يبقى في تلاحم بين التيار الإسلامي وميبقاش في تفرقة، ولكن عندما يدلس بعض الأشخاص وباسم الدين كان لازم أقول القصيدة دي اسمها كله يخرس كله يكتم، أسمع أحلى سكتم بكتم، أنشأنا حزب بلدنا ضلمة وعتمة مرجعية سلفي على علماني، مش مصدق؟ اسمع برهاني، يعني فضيلتي أفضل أفتي والعب برضه فن الدرد، الصبح شرع وشيعة، بالليل بقعد بعضم الوضيعة، أصل أنا أحب الشفقة وكل شفيع على الناس، وساعة الثورة خدي ليك يا حسن تدوسني مداس، ما أنا القاتل وأنا المقتول وبإيدي دي هرجعك يا فلول، وبدل السفالة بقت فيا أنا داء، لا هحرم الخروج عليك يا ابو علاء، واحللها على اللي طالب ليكي العلاء، ما انا ابو كف جميل وصغير اسم الله عليا بكار، وبعمل لحيتي بجلي واستشوار. ان شاء الله القصيده دي هتنزل عشان تقول للناس يا اخوانا الحق باين، الحق باين، لازم نبقى مع الشرعيه والحق، حتى لو طلع حد يدلس باسم الدين، حتى لو كان من الازهر بالجبه والقفطان بتاعه، احنا مع الشرعيه وهنموت مع الشرعيه، لان دي شرعيتي انا قبل ما تكون شرعيه الرئيس.